في الجيش العربي السوري من أبناء الجولان المباع أعلن انشقاقي عن صفوف كتائب الأسد الخائنة، وكوني أول من انشق عن نظام الإجرام من الضباط الإناث من الطائفة العلوية. أوجه الرسالة التالية: يا أبناء وطني، يا أبناء طائفتي، إن الصراع الدائر الآن في سوريا هو في جوهره صراع بين الظالم والمظلوم، بين أذناب النظام والشعب، مما يعني أن الصراع لم يكن أبدا ولن يكون صراعا بين المذاهب والأقليات، لكن النظام يحول الوضع في سوريا إلى صراع طائفي ومذهبي حتى يضمن احتواء الثورة وتدميرها. يا رفاق السلاح، انتصروا لثورة الشعب وزكوها بالروح الوطنية والإحساس والانتماء للوطن، لا للطائفية والمذهبية. زكوها بقيمة المواطنة لا بقيمة التعصب المذهبي. علموا الناس أن جغرافيا الوطن ليس جغرافية المذاهب والطوائف، وأن الولاء للوطن يكون برفض كل ولاء مضاد للوحدة الوطنية. علموا الناس وتعلموا بأن الفكر الطائفي هزيمة ودمار للوطن والكرامة والحرية وانتصار لنظام العبودية والذل والمهانة. ولتعلموا أن الثورة السورية ثورة كرامة ومجد وحرية ومساواة ومواطنة. هذا هو المشروع الوطني المضاد لمشروع النظام الطائفي المجرم. ولا تكونوا قتلة مأجورين، وتذكروا قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وأخيرا أشكر كل من ساعدني بالانشقاق عن هذا النظام المجرم، من رفاق السلاح الحقيقي في الجيش السوري الحر، من كتيبة جند الله بالتنسيق مع المجلس العسكري في دمشق وريفها. وهذه هويتي.